ده طلبات الصف الثالث الإعدادي. بيقول لنا إيه؟ أ ب ج مثلث فيه زاوية باء ب90، يبقى ده قائم في باء. نرسم كده مثلث قائم في باء. رسمنا مثلث قائم الزاوية في باء. أدي عندي هنا أ وأدي ج. طيب بيقول لي 3 ظ ج ناقص 4 بيساوي 0. يعني ممكن أقول 3 ظ ج، لو أنا خدت -4 دي وديتها بعكس الإشارة تروح 4، نقسم على ال3 دي في الطرفين، يبقى وصلنا إن ظ ج بيساوي 4 على 3. طيب إحنا عارفين إن الظا لو رحت للزاوية ج دي ظا مقابل على مجاور، يعني ممكن أقول ده 4 م وده 3 م. طب ليه ما كتبتش 4 و3 على طول؟ لأن دي اسمها نسبة، فأنا مش عارف كان ممكن تكون كانت رقم غير ال4 3 واختصرت، فكتبت الظا مقابل 4 مجاور 3، بس هكتبها 4 م و3 م لأن أنا مش عارف النسبة دي كام إلى كام. تمام؟ فكتبناها 4 م إلى 3 م. طيب نجيب ده من فيثاغورس هيبقى 5 م. هو عايز يجيب إيه؟ 25 في ج ج في جتا ج. طب يبقى 25 ضرب ج ج نجيبها من هنا مقابل على وتر، يبقى 4 م على 5 م، 4 م على 5 م. جتا ج مجاور على وتر يبقى 3 م على الوتر 5 م. الميم دي تضيع. أصبح الناتج اللي عندي كده 25 في 4 على 5 في 3 على 5. ممكن بالآلة أو ممكن نضرب إحنا نختصر على 5 1 على 5 5 على 5 1 على 5 1، يبقى 1 في 4 في 3 يبقى ناتج كام؟ 12، يبقى الإجابة 12. شكرا.